عبر شبكة تتزعم الأمر. القصة بدأت بشكاوى تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى الوكيل العام للملك بمدينة أكادير. كشفت من خلالها عن وجود شبكة تتلاعب في الشهادات العليا مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يتم منح هذه الدبلومات أو شهادات الماجستير وتسجيل الطلبة في الدكتوراه دون مراعاة الخطوات القانونية، فيما يقصى آخرون رغم استيفائهم جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في شهادات الماجستير أو الدكتوراه. المتهم الأول في هذه القضية أستاذ بإحدى الجامعات قرر قاض في محكمة الاستئناف بمراكش إيداعه أحد السجون. وأشارت تقارير صحفية مغربية إلى أن هذا الأستاذ الجامعي متهم ببيع شهادة الماجستير بمبلغ مالي ضخم وصل إلى 250 ألف درهم، أي نحو 27 ألف دولار. فيما أشار موقع هسبريس إلى أن التحقيقات الجارية في القضية تشمل عددا من المحامين من مدينتي أكادير وبني ملال. ونقل الموقع نفسه أن التحقيقات تشير إلى أن هذا الأستاذ قام ببيع شهادة ماجستير لرئيس الجماعة المتورط في الملف، ومكنته هذه الشهادة من اجتياز امتحان مزاولة مهنة المحاماة، وهو الامتحان نفسه الذي أثار موجة من الانتقادات والشبهات حول نزاهته بعد إعلان نتائجه المثيرة للجدل.